مساكم الله بالخير. اللهم صل وسلم على رسول الله. بعد كل فرض صلاة لو طبقت هذا الأمر بإذن المولى سبحانه وتعالى، الموية عندكم جاهزة بعد ما تخلص من صلاتك الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، يعني 5 مرات في اليوم نقرأ على هذا الماء، أيا كان في كاس بالطريقة هذه، في علبة أو في كاس أو أيا كان، إنما يكون صالح للشرب أو زمزم أو غيره. نقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة، نقرأ آية الكرسي مرة واحدة، سورة الزلزلة مرة واحدة، نقرأ الفلق والإخلاص والناس والكافرون كل واحدة منهم مرة واحدة، ونقرأ آية الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم نختم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وننفخ بهذا الماء ونشربه بعد كل فرض صلاة، كاس أو كوب أو أيا كانت الكمية، لو حتى في بيالة القهوة الصغير، إنما نشرب عليه ما ذكرت من آيات الله والسور اللي ذكرتهم والبسملة. توكل على سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشافيكم نافع بإذن المولى سبحانه وتعالى، إذا وجد اليقين والتعلق بالله والتوكل والاستشعار بأن الله سبحانه وتعالى الشافي، سواء كانت عين أو حسد أو سحر أو أمراض روحية أو جسدية أو أيا كانت اعتقادك بالبلاء اللي فيك أنه سيذهب، فسيذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيكم، استودع فيكم الله.